ونتنياهو إذا بنقولها نحن بشكل واضح خاف من غضب الملوك. يا جماعة نحن اليوم عم نحكي على موضوع هام جدا، إن الملوك إن غضبوا زلزلوا تحتهم الأرض. في كيف يا جماعة الرؤساء هي يلي عم تجي للمملكة المغربية، جلالة الملك محمد السادس يجلس وباقي الرؤساء هن اللي بيجوا على المملكة المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخير هانين كلشي مزيان اموركم طيبة. اليوم حلقة جديدة، اول مرة ندخلوا في السياسة. المهم كيف ما شفتوا في العنوان، احذروا من غضب الملوك، ثم احذروا. سي نتنياهو ناسخن عليه راسو، كيسحاب ليه المغرب بحال الامارات والسعوديه ومصر والكويت، عقلوا التطبيع ناضو كيجري ودرت ديكا وحده لاسرائيل. المغرب لا، الملك لا، هما جاو عنده قالوا لي الله يبارك في عمر سيدي. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك فيك عمر سيدي، الله يطول عمر سيدي. بارك الله فيك هذا سعيد. شكرا جزيلا على هذه الساعة المباركة. ايوا حتى حنا فرحانين. الله يبارك عمر سيدي. الله يعينك. هاي كيما شفتوا هادي هما جاو. نتنياهو ما تسرطاتش ليه، قال علاش المغرب ما يجيش عندي، علاش الملك ما يجيش عندي لاسرائيل، مادام رجعنا العلاقات وداكشي علاش ما يجيش عندي. أرى شنو غادي يدير، ناض نشر واحد التغريدة فيها الخريطة ديال المغرب وباقي داك الخطيط، بقى الصحراء مبتورة على المغرب. في خلال 48 ساعة جا الرد السريع من البلاصة وماشي من الملك، منهم، حين ثلثين أغلبية الحكومة كلهم مغارب الأصل. ثلثين الحكومة الإسرائيلية هم أصلهم مغربي، حاملين جنسية مغربية ومزيونين في المغرب ووالدين مغاربة بهذه العبارة. وشوف الناس شنو كيقولوا على المغرب. تحية أبو باسل، شوف شنو تفرجوا معاكم. الاخوان العرب اش كيقولوا على المغرب. خلينا من الخيش بيش ديالنا، الملك اش دار لينا، المغرب اشنا هو. شوف المغرب، شوف العالم العربي كيفاش كيشوف المغرب، شوف الناس اخرين كيفاش كيشوفوا المغرب. حتى ديك اللي ما حاملهاش وما عرفت شنو كتقول، شوفوا هما شنو كيقولوا علينا. تحيه للسيد بعدا اللي غنتفرجوا في الفيديو ديالو، انا متبع ونيت. يلا معكم. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الوطن. جو بايدن قريبا في المغرب واكبر المشاريع الاستثمارية الامريكية داخل المملكة المغربية. اكتبوا لنا بالتعليقات اهلا وسهلا بك جو بايدن. مرحبا معكم بالبيس باسل شوكي، ان شاء الله تكون بخير. اول دولة عربية غيزورها جو بايدن. اليوم وصلني فيديو مهم جدا يا جماعة من فاطمة من المغرب. بهذا الفيديو رح نحكي على موضوعين، اول موضوع هو زيارة جو بايدن للمملكة المغربية، وثاني موضوع يلي هي الخريطة يلي حطها نتنياهو وهي بشكل ناقص وما بتضم الصحراء المغربية. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس نضل دائما على تواصل، تحطوا اللايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. إذا بدنا نبلش بالخريطة المغربية يا جماعة، نتنياهو وقت طلع هي الرسالة وصار يحكي وفرحان بالكلمة اللي وجهها لجلالة الملك محمد السادس، حاطط كان الخريطة بشكل ناقص يا جماعة، يعني حاطط الخريطة المغربية دون الصحراء المغربية. فشو هذا الشيء اللي صار؟ هل يعقل أنه نتنياهو أخطأ بوضع الخريطة أو كان قاصد
وضع الخريطة بهذا الشكل. هاي صورة الخريطة يا جماعة مثل ما هلا عم نشوفها قدامنا. هل هو قصد هذا الموضوع أو أخطأ بوضع الخريطة؟ إذا بدنا ناخذ الفرضية الأولى إنه هو أخطأ بوضع الخريطة، وهذا الافتراض من المستحيل يا جماعة، من المستحيل إنه يكون أخطأ ووضع الخريطة بشكل ناقص، لأنه هو بيعرف قيمة الصحراء المغربية بالنسبة للمغاربة. معناتها خلينا ننتقل للفرضية الثانية إنه هو قصد وضع الخريطة بهذا الشكل. طيب ليش وضع الخريطة بشكل ناقص؟ يا جماعة وضع الخريطة بهذا الشكل كرمال يعني يصير غضب جلالة الملك محمد السادس. ليش؟ لأنه نتنياهو تكلم مع جلالة الملك محمد السادس وتصاروا يحكوا مع بعضهم، جلالة الملك محمد السادس ما راح لعنده وعمل زيارة يا جماعة. هاي خلينا نحطها بين قوسين، يعني جلالة الملك محمد السادس ليس كباقي الدول يلي راحت دغري بعد العلاقات، اللي راحوا دغري لعند نتنياهو يا جماعة. فشو الموضوع هلا؟ خلينا نحن اليوم نكشف هذا المواضيع كلها. وقت نتنياهو حكى مع جلالة الملك محمد السادس وقال له انه يجي لعنده ويصيروا صحبه، جلالة الملك محمد السادس ما راح لعنده يا جماعة. كرمال هيك نتنياهو وضع هاي الخريطة بهذا الشكل كرمال موقف استفزازي لجلالة الملك محمد السادس. لكن جاء الرد السريع. إذا بدنا نقول ليش جلالة الملك محمد السادس ما وافق وما راح لعنده يا جماعة، أول شيء هذا أكبر دليل إنه جلالة الملك محمد السادس يتمسك بقضية فلسطين. يا جماعة هذا الكلام خلينا نحطه بين قوسين، جلالة الملك محمد السادس ما تنازل عن المبادئ الأساسية في الدفاع عن فلسطين مثل ما عملت باقي الدول وقت راحت وعملت علاقات مع نتنياهو. جلالة الملك محمد السادس يا جماعة وقت عمل علاقات مع نتنياهو وضع شروط أساسية لا تتغير، وقضية فلسطين قضية ورثها عن المغفور له الحسن الثاني. يعني هذا الموضوع موضوع متمسك فيه بشكل كلي يا جماعة. وشوفوا كيف نتنياهو ما مرت 48 ساعة إلا واعتذر بشكل رسمي من جلالة الملك محمد السادس ومن المغاربة. شوفوا هي التغريدة يا جماعة اللي هلأ حطيت لكم إياها، هي كتبها كمان على تويتر. يعني اعتذر بشكل واسع وما تجاوز ال 48 ساعة. طيب خلينا نحكي هلأ شو سبب هذا الاعتذار وشو سبب خوف نتنياهو من جلالة الملك محمد السادس. بتعرفوا يا جماعة أنه عند نتنياهو في أغلبية اللي ماسكين الأقسام السياسية الحكومية هن من اليهود المغاربة. وشوفوا كيف اعترضوا على هذا الموضوع يلي صار، ووجهوا جدا رسائل لنتنياهو انه انتو كيف بتغلط وبتحط الخريطة بهذا الشكل. يعني شفتوا كيف المناصب يلي اخذينها اليهود المغاربة السياسية عند نتنياهو يا جماعة مناصب جدا عليا. فنتنياهو خاف من هذا الموضوع والشعب المغربي تضايق من هي القضية يلي صارت. ونتنياهو إذا بنقولها نحن بشكل واضح خاف من غضب الملوك. يا جماعة نحن اليوم عم نحكي على موضوع هام جدا، إن الملوك إن غضبوا زلزلوا تحتهم الأرض. كرمال هيك نتنياهو خلال 48 ساعة طلع رسالة اعتذار بشكل واسع. هيك بنكون فهمنا يا جماعة ليش نتنياهو وضع هي الخريطة بشكل ناقص، يعني كرمال رسالة لجلالة الملك محمد السادس إنه أنت ما اجيت لعنا وما عملت كباقي الدول، نحن زعجناك وحطينا الخريطة بهذا الشكل. لكن اجى الرد السريع من الجميع يا جماعة، وكرمال هيك طلع اعتذار خلال 48 ساعة. خلينا نكتبها بالتعليقات: الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، والقدس عربية. هذا أكبر دليل يا جماعة أنه جلالة الملك محمد السادس متمسك بقضية فلسطين ولن ينساها أبدا. هيك بنكون خلصنا من هذا الموضوع يا جماعة. خلينا ننتقل للموضوع الثاني اللي هو جو بايدن. أول بلد إسلامي رح يزوره هو المغرب، ورابع دولة بيكون زارة. مشان كل حدا كان يشكك بقرارات جو بايدن كرمال قرار ترامب انه رح يلغي القرار او لا، جو بايدن اكد اليوم انه الصحراء مغربية، والقرار تبع ترامب قرار ثابت ولن يتغير. يعني جو بايدن بهذا القرار يا جماعة فاجأ الجميع، وسوف يأتي إلى المملكة المغربية ويعمل زيارة للمغرب ويزور جلالة الملك محمد السادس. شايفين كيف يا جماعة الرؤساء هي اللي عم تجي للمملكة المغربية؟ جلالة الملك محمد السادس يجلس
وباقي الرؤساء هن اللي بيجوا على المملكة المغربية. شو السبب؟ كرمال وضع المملكة المغربية من ناحية الاستراتيجية يا جماعة. يعني موقع المملكة المغربية جدا استراتيجي، استراتيجية المنطقة يا جماعة. يعني المغرب فينا نقول نحن قلب افريقيا واسد افريقيا. هيك وصلنا لاخر الفيديو يا جماعه. لا تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، نضل دائما على تواصل، تحطوا لايك يا جماعه، خلي الفيديو ينتشر. وهيك وصلنا لاخر الفيديو يا جماعه. اكتبوا لنا بالتعليقات انتم شو رايكم بهذا الشيء اللي صار. هل وضع الخريطه ناقصه كانت غلطه او كان مقصود؟ يعني هل كانت غلطه او كان هذا الشيء مقصود وكان المهم هذه النهايه. كشتو بعدا العرب شنو كيقولوا لنا، شتو البراني شنو تيقول على المغرب، واللي كيدوي بلاداش عطاتنا الشفاره هادي. كاين راه فين ما مشيتي راه امريكان فرنسا فيها الشفره، فين ما مشيتي كاين الشفره، فين ما مشيتي كاين الخايب والزين. ولكن خاصك تشوف واحد المنظور مقارنه المغرب مع العرب. هذا راه ما عرفتش واش فلسطيني ولا سوري، 100% فلسطيني. ابو باسل بعدا فلسطينيه هادي، وتحياتي لابو باسل. اشنو كيقول على المغرب؟ الا دخلتي القناه ديالته غتلقى كل هضره على المغرب. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تصليوا على الحبيب. اللهم صل على سيدي محمد وعلى ال سيدي محمد كما صليت على سيدي ابراهيم وعلى ال سيدي ابراهيم. اللهم بارك في سيدي محمد وعلى ال سيدي محمد كما باركت في سيدي ابراهيم وعلى ال سيدي ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.